ناصر، 3 انفجارات في العريش وتفكيك سيارة مفخخة. يعني الخبر ده كصحفي عندما تقرأه، هل الإرهاب يعني يلفظ، يعني نقدر نقول أنفاسه الأخيرة؟ من المؤكد أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن ما يحصل فرفرة ميت في النزع الأخير. بيحاول كل فترة أنه بيستعين بناس من خارج مصر وبإمدادات كبيرة زي ما حصل في عملية قرم القواديس، بحيث أنه عاوز يوصل رسالة أنه لسه صاحي على غير حقيقته. لكن هذه العمليات هي عمليات يائسة في النزع الأخير أمام النجاحات الكبيرة التي تحققها قواتنا المسلحة في مطاردة العناصر الإرهابية في المنطقة الصغيرة من سيناء. الإرهاب مش في كل سيناء، الإرهاب في مستطيل صغير بيبدأ من العريش وحتى رفح ومنطقة الشيخ زويد. هذه المنطقة لازم نقول ليه الإرهاب عشش فيها طوال الفترة اللي فاتت. لازم نتذكر اتفاقية كامب ديفيد والمنطقة جيم اللي كان محرم على قواتنا المسلحة انها تتواجد فيها بأي شكل، وان الشرطة موجودة بتسليح معين. هذه المنطقة خرجت من سيطرة الدولة وسيطرت عليها الجماعات الإرهابية عبر سنوات طويلة من أيام النظام المخلوع اللي سقط في 25 يناير، وازدادت وطئتها بعد ثورة 25 يناير ولما جم الإخوان في السلطة وانغرزوا هناك. فالإرهاب أصبح هناك يعني، أو العناصر الإرهابية مش مجرد حد بيطلعه من المنطقة، لا ده بقى جزء من جسم المنطقة أساسا. في غياب الدولة نما وترعرع وانتشر، فمحتاج المجهود الكبير اللي بيحصل دلوقتي عشان تنتزعوا وغير غافلين عن ان في امدادات خارجيه بتجيله، سواء بالمال او بالافراد او بالتقنيات الحديثه او بامدادات الاسلحه، سواء من اللي دخلت من ليبيا بعد الثوره اللي حصلت هناك والانقلاب العسكري، او الضربه العسكريه اللي حصلت من الناتو للجيش الليبي، او الاسلحه اللي بتدخل من السودان، او اللي بتدخل من الانفاق في قطاع غزه. فهذه المنطقه تغلغل فيها الارهاب والفكر الارهابي اللي هو اخطر من العنصر الارهابي، والان يستأصل عشان كده التكلفه عاليه. لكن انا مش شايف ان امر طبيعي جدا ان الارهاب يفجر سياره هنا او هناك. وامبارح كان في سياره مفخخه بنص طن من المتفجرات تم اكتشافها وتفجيرها عن بعد دون ان تحدث اي خسائر.